الذين وقفوا ضد أمريكا وأعوانها؟ أين أبطال الحرب؟ أين أسود الوفاء؟ أين المجاهدين الأبطال؟ اليوم يومكم، حان وقت القتال والجهاد. والله الذي لا إله غيره، إن لم نثبت في هذا الزمان فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. أقول أيها السادة الكرام، ماتت أمة الإسلام التي ظننتها كانت مريضة وستنتفض بعد مرضها. رأيت إخواننا هناك يبعثون ويعذبون ويقتلون، ظننت أن للرجال وقفة، بل ستكون وقفات. ما الله وقفوهم، إنهم مسؤولون. علماؤنا، شبابنا، أسألكم بالله متى الجهاد إن لم يكن في هذا الزمان؟ أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، ربما يقال عني بأني عاطفي، وربما يقال عني بأنني أتكلم ضد العقل والحكمة، ولكن سؤالي: أين العقل وأين الحكمة وإخواننا يقتلون هناك؟ أمة الإسلام، لك الله في كل زمان يقتل رجالك وتنتهك حرماتك. إن أمة الإسلام في أمس الحاجة للرجال في سجونهم يغتصبون نساءنا، وفي ساحاتنا يقتلون رجالنا. سألكم بالله العظيم، إن لم نموت الآن فمتى نموت؟ نحن أمة لا نموت إلا قتلى، فما بال الفرش كثر عليها الموتى. وإلى الجميع أقول: إن كنتم تظنون إذا بدأ القتال تذهبون إلى الأردن وإلى الدول لتغازلوا النساء، نحن نقول سنذهب أيضا، ولكن إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فغازلوا نساءكم، نحن سنغازل الحور العين. وإن كان علي والأمر بيدي فأقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون، وإن الله على نصرهم قدير. والله الذي لا إله غيره، لا عز لنا إلا بالجهاد في سبيل الله. إنني أقول للجميع ولا أخص جهة، أقول: والله الذي لا إله غيره، إن لم تبينوا موقفكم سنبين موقفنا نحن الشباب، سنتخلى عن العمامة البيضاء ونبدلها بسوداء كما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم. شباب الأمة، أيها الشباب، أيها الشيوخ، إخواننا هناك قتلوا، ونحن حدثناهم بأنهم إذا بدأوا سيبدأون على أنفسهم والحرب ستدور عليهم. لذلك جهزوا السلاح وجهزوا الشباب واعلنوها يا خيل الله الكبير، يا خيل الله الكبير، يا خيل الله الكبير. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.